10 كيلو ب87. ماشي، مش وحشة، حلو. في حد معاه بيقعد معانا بيصورنا. بص دي كده حلوة، كيلو واحد حط 50. بحب انا المشاوير دي اوي. عمارة 91. ايه يا جماعة، الدنيا من امبارح في شقلبة والنت بايظ تبقى قدامك الريكوست تقبله البرنامج ما بيقبلش، وتقبل الريكوست تتصل بالعميل مش عارف تكلمه. في مشكلة السنترال بتاع شارع رمسيس طبعا عامل مشاكل تقنية كتير، منهم ان انت تتصل بالعميل لما يكون معاك رحلة. طبعا المشاكل كانت ايه يعني متغيرة من شخص للتاني. يعني في ناس اصلا معهاش نت على فودافون، في ناس معاها نت على فودافون بس ما عرفش يكلم العميل، ناس معاها اتصالات، ناس معهاش اتصالات. فتحس ان الدنيا امبارح ما كانتش مستقره خالص، والشغل ما كانش يعني انت كان في شغل بس انت مش عارف تقبل. يعني انا بفتح اندرايف رحلات بالسعر العادي كلها، ولكن اقبل مش عارف تقبل، وبعد ما تقبل تيجي تتصل بالعميل مش عارف توصل له. كان غريب امبارح. وانا يعني امبارح كنت في المول اخر الرحله خدتها اروح بقى البيت، احاول اكلم العميل مش عارف، هو يحاول يكلمني مش عارف. والمشكله ان انا عايز اخد المشوار ده واروح بقى، انا مش عارف اشتغل. وانا نفس الكلام واقف مش لاقي اي عربيات. طبعا الواحد فكر للحظه كده، يا جدعان ده احنا مصالحنا وشغلنا وخدماتنا كلها متوقفه على الانترنت. ناس اللي بيحول لانستا باي مش عارف، ناس اللي معاها فيزا مثلا وقاعده في مكان بتحاسب فيزا مش عارفه تحاسب بالفيزا. فكانت الامور يعني الحمد لله ما كانتش مستقره امبارح، وتقريبا لحد دلوقتي لسه بيظبطوا الدنيا يعني. وانا نازل اشتغل النهارده كده ايه، وقلت انقل الاحداث بتاعت النهارده، هل برضه هتبقى مشكله النت لسه موجوده ولا لا. بصوا يا جدعان، الرحله دي من امبارح يعني ما كنت خدتها، وبعد ما خلصتها مش عارف اقفلها من امبارح، فلسه بفتح دلوقتي. طبعا خلصتها كنت في المول اهي، رحت كانت شارع الهرم. بعد ما خلصتها مش عارف اقفلها، يا دوبك لسه شايفها دلوقتي بقفلها اهو. خدنا كده مشوار طالع التجمع، ناخده ونطلع بيه الدائري على طول. الحمد لله الشبكة حتى الآن شغالة معايا زي الفل، حتى العميل ما صدق يعني، عرضت له وافق على طول. طبعا دلوقتي من 4 خدته ب200 جنيه يعني، مش كتير، بس هو ما كملش 30 كيلو خد بالك، وهيطلعني على طول من هنا. وكمان انا كده صفر عمولة على اندرايف على 200 جنيه دول كلهم، يعني 1% يعني تقريبا. طبعا هو المشوار سعره مش جامد قوي ولا هو وحش، يعني في المعقول. في نفس الوقت انت برضو ايه، وسط البلد دلوقتي الساعة داخلة في 5، وسط البلد هتبقى زحمة، فانا عايز اهرب من الزحمة دي. فبختار مشوار بينقلني في المكان اللي انا عايز اشتغل فيه، مثلا هنا في القاهرة الجديدة، فاطلع فوق كده اشتغل الكام ساعة دول لحد اما الزحمة تحت تفك. فاوقات انت بتبص على قيمة المشوار كان هو بينقلك في مكان انت عايز تشتغل فيه، على قد ما هو كسعر، ولكن برضه سعره كويس. المشوار 30 كيلو 200 جنيه مش وحش يعني، وال200 جنيه كلهم بتوعك. زي ما قلت لك انت معاك عرض اللي هو بتاع تخفيض النسبة ل1%. تجمع مظبوط؟ تجمع صح؟ ايوه. عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. ربنا يخليك، الله يبارك فيك، ربنا يرزقك حبيبي. لا داخل كده، مش داخل. البيت جنب
البارك اللي بعديها دي. أيوة. طبعا يا جماعه الساعه دي كده في التجمع او الساعتين دول ساعتين شغل. زي ما انت شايف الدنيا بتتزحم اهي. بص انا كده فتحت اوبر، مش عارف انت شايف من الشمس ولا لا. فتحت اوبر، ما المكان اللي انا فيه ما فيهوش مضاعفه اجره زي ما انت شايف كده، فانا ايه مش هينفع اشتغل بالاسعار اللي هي هتيجي كده ايه ملهاش لازمه دي. فكده في الحاله دي بفتح اندرايف علشان اعرف اتفاوض على سعر كويس. انا شايف ان في شغل، فانا ليه طالما في شغل اخد رحله بسعر عادي. فلا يبقى التفاوض في الحاله دي اندرايف او نشوف دي كمان هيكون افضل. دي بقى فقره الضحك بتاعت برنامج دي اللي بيقول لي بقى ايه، بيقول لي اغمض عينيك استنى بس نشوف حد يفتكرنا مجنون ولا حاجه. فقال لي غمض عينك وافتحها. هو عمل تاكيد. ساعات بيقول لك غمض عينك، ساعات يقول لك افتح بقك، ساعات يقول لك حرك دماغك. فممكن بقى يبقى حد يبص عليك يلاقيك بتعمل الحركات ديت يفتكرك مجنون ولا حاجه. تحس برضو ان في حاجه غلط يعني، رغم ان النت شغال تلاقي يعني الرحلات ما بتتحدث يعني. عمال كل شويه اعمل ريفريش لنفس الرحلات هي يعني، بعمل ابديت يعني للرحلات اللي موجوده. بص ما فيش حاجه بتختفي او حاجه بتزيد، فما تفهمش بقى دي مشكله في ايه. بص عادل دي واقف جنبي 3-4 كيلو ب50 جنيه 65 مثلا. الخريطة بتاعت اوبر كده بدأت ايه تنور. نفتح نشوف. عشرة كيلو ب87 ماشي، مش وحشة، حلو. هدخل البوابة ولا بعد ما؟ لا لف انا هنزل على طول. ماشي. في بقى حاجة لازم تكون فاهمها، وهي برضو موضوع الوقت بيفرق معاك. يعني مثلا الرحلة اللي انا كنت فيها ديت كانت تقريبا داخلة في 9 كيلو 87 جنيه. طبعا انا علشان عارف ان وقتها قليل، يعني انا 12 دقيقة 13 دقيقة ربع ساعة بالكتير، فانا شايف ان الرقم كويس بالنسبة لي. ولكن نفس الرحلة دي لو في وسط البلد او هتاخد معاك وقت طويل عن كده، لا ساعتها هيبقى الاختيار بتفكر في اعلى بقى، ان انت عارف ان انت المشوار ده ياخد معاك وقت طويل، غير لما يكون برضو ايه مشوار هتخلصه بسرعه او في مكان في السالك على طول. فدايما ما تركزش ده الرحله خدها مثلا ب 80 جنيه يعني اللي بياخد الكيلو ب 10، لا ده الرحله اللي قبليها خد 30 كيلو ب 200 جنيه يعني اللي بياخد الكيلو ب 6 او ب 7. لا عمرها ما كانت بتتحسب كده، بتتحسب بالكيلومتر مع الوقت. وكمان المكان بيفرق والتوقيت كمان بيفرق. الوقت اللي انا خدت فيه الرحله كان وقت توقيت شغل ولا توقيت الدنيا هاديه فيه. المكان اللي انا خدته يعني اللي انا رايحه ده انا فعلا عايز انقل نفسي للمكان ده، ولا المكان اللي انا رايحه ده وجع قلبي وهتعب عقبال ما ادخل واخرج منه. كل الكلام ده يا جماعه بيفرق في اختيارك للرحله. يعني انا بستغرب من الناس اللي بتقعد تكلمني هو انا اخد الكيلو بكام، طب هو انا لو رحله 5 كيلو اخدها بكام، لو 6 كيلو اخدها بكام. انا ما بلاقيش اجابه للموضوع ده، لان عمرها ما بتتحسب بالكيلومتر. زي ما قلت لك الوقت اللي انت فيه بيفرق، المكان اللي انت فيه بيفرق، المكان اللي انت رايحه بيفرق معاك، وقت الرحله بيفرق معاك. كوقت الرحله يعني تاخد فيها ال 10 كيلو دول هتاخد فيهم 10 دقايق، ولا تاخد فيهم نص ساعه، ولا تاخد فيهم ساعه الا ربع، برضه بيفرق معاك
فلازم تكون حاطط في الاعتبار كل الحاجات ديت وانت بتختار اي رحله بترنها. يعني بص دي مثلا نقط توقف متعدده 13 كيلو، واروح العامل سعرها مش حلو يعني على الدوشه اللي انت شايفها دي كلها، ونقط توقف، ده هينزل هنا وده هيركب هنا، وتلات اربعة دخلها في 15 كيلو. فلا انا شايف كده سعرها مش حلو. دي ماشي دي، بس انا عايز اعرف هو نازل فين بالظبط، الحق ولا ايه؟ ماشي. المرة 91 في كارت ولا حاجة ولا تضيعها؟ لا ضيعها. ماشي وشك على طول على مصر. ماشي. عليكم السلام. هي عندي انستا ماشي 011 2 3. بص دي كده حلوة، كيلو واحد حط 50. احب انا المشاوير دي اوي، لا كيلو على طول دب طخ، بس يوافق. يعني 45 برضو حلوة، بس فاهم نقفله من 50 عشان على طول. مية مية. مش برضه الفرو جامد شوية معلش، مش للدرجة دي يعني. خليك وسط. زي بقى ما قلت لكم من شويه ان موضوع كيلومتر بكام ده مش مقياس خالص. زي ما انت شايف كده ده رحله كيلو 600 متر 50 جنيه. نفس الكلام ممكن تاخد رحله تانية يعني دي يعني نفترض مثلا الكيلو مثلا يا سيدي كده واقف عليك ب 30 جنيه مثلا، ولكن رحله تانية هتلاقيه ب 10، رحله تانية ب 7 8 على حسب بقى اللي احنا لسه قايلين عليه ده. فده كان مثال للنقطه اللي انا كنت لسه بكلمك فيها. كهرباء قطعت. بص دي 5 كيلو ب60 جنيه، شايف ان احنا ناخدها بسعرها يعني حلوة مش وحشة. وعليكم السلام. هنا ولا ماشي. حبيب قلبي عامل ايه؟ خلي بالك تعال.
عامل ايه يا بقى في برنس؟ الشغلانه اللي هتجيب لنا الكافيه دي. ليه يا عم ايه اللي حصل؟ لا ولا اي حاجه. لا ده انت ذات نفسك بتقول. انا بقى يا جدعان مدمن طاجن بالفراخ من المكان ده، ما تفهمش بقى ايه القصه ديت. كل لما ابقى في القطاميه والاقي نفسي هناك وميعاد اكلي لازم ادخل اكل طاجن بالفراخ من هنا. هو الكشري برضه حلو بس مش عارف، انا بحس الطاجن مميز اكتر يعني. ف لو اي حد يعني من لقى نفسه هنا عايز ياكل طاجن فراخ انصحك بالمكان ده، حلو. هو مش اعلان لحسن حد يفتكرني انا بعمل اعلان، بجد والله عادي. انا فعلا كل ما اعدي من عند كشري جحا ده لازم اخش اكل طاجن بالفراخ اوتوماتيك كده. طيب حاليا دلوقتي بقى الساعة 8، الساعة 8 دي واحنا في التجمع، فهتبدأ تلاقي انخفاض في اسعار الرحلات. احنا من شوية كنت شايف ان في ريت شغال اندرايف بتعرف تتفاوض باسعار كويسة، ده علشان توقيت والمكان اللي احنا كنا فيه كانوا يسمحوا بكده. فنيجي احنا دلوقتي الساعة 8، فهتبص تلاقي اهو الخريطة بدأت تبيض تاني، ولو فتحنا شفنا الاسعار ايه برضو هتلاقي مش قد كده. اندرايف بعد ما كان جايب لك سعر عادل سعر عادل سعر عادل اصبح مفيش اي اسعار عادله، وهتلاقي بس يعني مش كتير بقى يعني لما ننزل تحت ولا كل ده ولا في مريح اي سعر عادل رحله عمرانيه. فزي ما قلت لك التوقيت بيفرق. تعالى نشوف كمان دي نفس الكلام. برنامج دي مفيش اي مضاعفه على الاجره في او ممكن هنا في لسه شويه، ولكن في المجمل زي ما قلت لك التوقيت بيفرق معاك. لازم تكون فاهم نقطه زي دي في اي مكان انت شغال فيه. خدنا كده مشوار للمعادي 200 جنيه لان احنا اصلا نازلين المعادي ورانا ماتش كوره. خلص كده واجيب لك كمان ايه المكان اللي احنا بنلعب فيه. المشوار ده اللي احنا رايحينه تقريبا يكون عامل 20 كيلو او 22 كيلو وحاجه زي كده يعني. فانا شايف سعره كويس يعني بالنسبه لمشوار طويل. برضه بعد لك للمره الخامسه المشوار على حسب ما هو الكيلومتر بتاعه قد ايه، مشواره سالك وقته قد ايه، الكلام ده كله بيفرق يعني. الكولتون ويكس دورك جاي دوس 1، والكولتون حسن علي الغربة دوس 2. ولو عايز السلام عليكم. دقيقتين تركبي بس. ما خلاص بقى يا حاجة. معلش لو مش هتقل عليك. انت ممكن تقفل الرحلة وننزل هنا عشان نركبها بس. ايه؟ عشان الراجل كنسل فانا ممكن تقفل الرحلة واحنا ننزل هنا. ماشي عادي. خلاص ماشي.
الشبكه مش شغاله معاك؟ عادي، هو كده كده متحدده 200، مش لازم يعني. خلاص قشطه. لما تيجي انا بقفلها. شكرا. انا عايزك بقى ما تخليش الشغل ينسيك ان انت تعمل الحاجات اللي انت بتحبها، لان الحاجة اللي انت بتحبها ايا كانت هي ايه دي اللي انت بتطلع فيها طاقتك السلبية، فبترجع منها مبسوط ان انت عملت حاجة انت بتحبها، وليك طاقة ان انت ترجع تكمل شغل تاني. انما لو حياتك كلها شغل هتحس ان انت ملان وتعبان ومش طايق الشغل اصلا، فهذه الحاجات اللي بتخليك ترجع تشتغل تاني.